هلا وهلا، اليوم راح نسوي شاورما دجاج بخلطة رهيبة. الشاورما راح يطلع طعمها يخبل. أول شي عندي صدور الدجاج، أقطعها بهالطريقة هذه، أخليها شوية يعني أقلل من سمكها، وبعدين أسويها على شكل شرايح. أنا ما أسويها كلش رفيعة حتى بعدين لا الشاورما تطلع عندي كلش يابسة، خلي بيها شوية عرض. بعدين أبدي أحضر التتبيلة. كل المقادير كاتبت لكم إياها بالتمام أسفل الفيديو، بس عندي هنا مجموعة من البهارات، بهارات شاورما وهيل وقرفة وكمون وثوم مطحون وبابريكا. وراح أخلي عليهم زيت الزيتون وعصير ليمون، وأخلي معجون طماطة ولبن زبادي وملح وفلفل أسود وثوم مهروس. هي هاي الخلطة أخلطها زين، وبعدين أوزعها على الدجاج، أعوفها في فترة كم ساعة. خليت شوية دبس الرمان وبعدين عفتهم كم ساعة. يلا بديت أسوي الشاورما. خليت زبد طاوة شوية كبيرة ووزعت بيها الشاورما. راح أخليها فترة على نار عالية، بعدين أنصيها وأغطيها. ما راح تاخذ مني ربع ساعة تقريبا وتصير جاهزة. سويت ويا الشاورما بوتيتا فينجر وثومية. الثومية راح أكتب لكم مقاديرها وطريقتها ببوست سابق، تلقوها بحسابي. وهذه كانت اللفة. ورا ما سويت اللفات سويتها بشكلين مختلفات، رجعتها شوية للطاوة، كبستها وبالدهن مال الشاورما، صارت شي مو طبيعي. شاورما الدجاج طريقتها سهلة وطعمها كلش طيب، جربوها والعافية مقدما.